السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم متابعينا في فيديو جديد ان شاء الله. مكملين مع بعض تفريزات رمضان. انا كنت النهارده في السوق وجبت معايا الخضرة اللي انا محتاجة او اللي فاضلة معايا ان انا افرزها. زي ما قلنا بنفرز حاجة حاجة عشان ما نجهدش نفسنا ونكلف نفسنا مرة واحدة. فان شاء الله هخزن معاكم النهارده الفلفل الالوان والبنجر او الشمندر وكمان الخضرة المشكلة، وهنقول الاسعار مع بعض واحنا شغالين. يلا بينا نبدا بالفيديو على طول. اول حاجه نبدا بيها هو طريقه حفظ الفلفل الالوان، وان شاء الله يقعد معانا فتره طويله جدا في الفريزر. بعد ما غسلت الفلفل، طبعا الفلفل الالوان اتغسل كويس، بجيب واحده واحده وابتدي انشفها بمناديل المطبخ بحيث ما يكونش فيها اي ميه، لان الميه دي لو فضلت عليه بتبوظه، ولازم يكون ناشف تماما. لما تيجي تشتري هاتي الفلفل يكون ماسكه نفسها، ما تبقاش طريه ولا حاجه او بايظه. احنا دايما بنخزن في الوقت الموسم بتاعه عشان يبقى السعر بتاعه قليل. نشفتهم بقى كويس، هنبتدي بقى نقطع كده ونشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بضغط كده على العنق الاخضر ده عشان اخرجه، واخرجه كده بقل خساري، يعني ما يكونش فيه حواليه فلفل اهو. وابتدي كده بقى التقطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول نوع خلصته، اللي هي شرايح رفيعه او سلايس. هنركنها على جنب ونشوف ممكن نقطع تقطيعه تانية كمان. خلصنا كده التقطيع زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هجيب الاكياس عشان اكيسها. احنا قلنا طبعا على السعر ان سعره انا جايباه دلوقتي حاليا ب 15 جنيه، ممكن يكون في بعض الاماكن اقل من كده في السعر. فنلحق نفرده في فصل الشتاء عشان في اوقات بيجي عليها ما يكونش موجود الفلفل الالوان او بيكون سعره غالي جدا. الشكل الاول احنا قطعناه اللي هو مربعات كبيره بالشكل ده. طبعا بنستخدمه في الشيش كباب او شيش طاووق او شيش سمك، اي حاجه بنسيخها على العيدان الخشبيه. بنحتاج فيها فلفل الوان مع الطماطم مع البصل مع اي مكعبات بقى تضيفها من اللحوم، هتلاقيها موجوده. تاني حاجه عندنا قطعنا الفلفل شرايح بالشكل ده رفيعه او سلايس زي ما احنا بنقول. دي لها استخدامات كتيره. لو ما تيجي تعملي البيتزا بتحطيه على وش البيتزا او مع اي شاورما، اي نوع شاورما بتستخدميه. في انواع كتيره بنحتاج الفلفل متقطع بالشكل ده. تالت حاجه قطعناه مكعبات صغيره بالشكل ده لاستخدامات كتيره، سواء مثلا بنحتاجها مثلا مع فراخ، اللي هي مثلا كباب حله مع فراخ مع كبده. بنحتاجه كمان في السجق، يعني اي تقطيع ده بيبقى له استخدامات كتيره. هكيسه طبعا في اكياس الثلاجه، واهم حاجه نخرج منه الهواء. طبعا انت بقى بتفرزي على حسب الكميه اللي انت بتحتاجيها اكتر، يعني انا الشكل ده بحتاجه اكتر في الاستخدام فعشان كده مزوده منه. في حاجات بقى لازم الفلفل يستخدم فيها طازه، زي طبعا السلطه. ما ينفعش ان احنا ناخد للسلطه الخضراء من الفلفل المفرز، لا لازم يكون طازه. كمان في البرجر اللي هو من عود الحلقات لازم برضو يكون طازه او فريش معانا. تقدري برضو تخزني منها حلقات، مثلا في صينيه بطاطس. كيست الفلفل، واهم حاجه زي ما احنا قلنا نخرج منه الهواء كويس جدا عشان ما يتاكسدش او الهواء يبوظه. طيب عند الاستخدام بتطلعيه تستخدميه وهو متلج على طول، ما تسيبوش يفك عشان هيبقى طري معاكي وهيبقى مهري خالص. نيجي تاني حاجه للخضره. الخضره موجوده دلوقتي في موسم الشتاء وبتبقى سعرها رخيص، وكمان بتكون حلوه قوي عن الصيف. الخضره دي خضره مشكله شبت وبقدونس وكزبره. اول ما جبت الخضره فكتها من الربطه اللي كانت موجوده فيها وبدات ان انا اسردها وانقي اي عود موجود فيها دبلان او اصفر. اهم شيء انك تخرجيه منه، لان ده لو انساب مع بقيه الخضار هيبوظه. تمام. تاني حاجه غسلتها كويس قوي في ميه غزيره وحطيت معاها خل وانا بغسلها. الغسيل كذا مره، تغيير الميه عشان هتلاقي فيه اتربه وفيه تسخات بتنزل، فلازم ينضف معانا جدا. دي تاني نقطه مهمه. تالت نقطه سبته يتصفى كويس في المصفى، سايباها بقى لفتره طويله لغايه لما نشف. ومش هنكتفي بكده، لا انا هجيب عندي فوطه وهفرشها عشان احط عليها. جبت عندي فوطه وبدات ان انا كده اوزع عليها الخضره. تمام. دي كده بعد ما اتغسلت وسبناها تتصفى هننشفها بقى اكتر بالفوطه عشان لو في اي بواقي ميه موجوده تمتصها، عشان الميه دي هي اللي هتبوظ لي الخضار او تخليه يسود مني. هنشفها بقى كويس وبعد كده هاخدها عشان اخرطها.
خلصت تخريط الخضار زي ما انتم شايفين معايا كده، الورق جاف وما فيهوش اي بللان. دلوقتي بقى هكيسه على قد الاستخدام. حطيت الخضره في الاكياس، واهم حاجه خرجت منها الهواء تماما. كمان عايزه اقول لكم ان العيدان اللي احنا بنطلعها من الخضره دي ممكن تكيسها في كيس وبعد كده تستخدميها لما بنيجي مثلا نحشي، بنحطها في ارضيه الحله، او تقدري تحطيها مثلا في صينيه سمك مثلا في الارضيه. لها استخدامات تانية ما نقدرش ان احنا نرميها. تعالوا نشوف بعد كده ازاي ان احنا ممكن نخزن البنجر او الشمندر، كل حد حسب ما بقول عليه. عايزين نقول ان الفوائد بتاعه البنجر لا تحصى ولا تعد. من اهمها ان هي بتعالج الانيميا في فقر الدم، وفيها عناصر غذائيه جميله جدا جدا، وفيها قيمه غذائيه. لو تعرفوها طبعا دي عايزه مجال لوحده، او عايزه فيديو لوحده نتكلم عن فوائدها. بتستخدم في العصاير، في السلطات، كمان في الصلصه، ولتلوين اي حاجه عايزين نعملها. ده كده فيها ملون او لون طبيعي غير الالوان اللي احنا بنستخدمها. ده لون طبيعي بالذات مثلا مع المخلل، سواء اللفت ممكن نحط معاه البنجر بيدينا اللون، او القرنبيط كمان ده لون طبيعي. كمان لما بنحتاج مثلا في سلق البيض عشان شم النسيم، ده برضو فيه ملون طبيعي لو عايزين تلونوه. يعني ملون حاجه بتحمر كده الخدود، وفي كمان في الوصفات التجميل للبشره. لو شربتيه كمان مع حاجات الحمراء، في مشروب جميل جدا لتوريد الخدود. كلها مشروبات حمراء. يعني هتجيبي مثلا رمان مع الفراولة مع الكرز، مع كمان البنجر، اي حاجة حمراء، وهتعمليهم في عصير في الخلاط وهتشربيهم. له فوائد جميلة جدا. احنا مسكت البنجر ده دلوقتي، هو كان جايب العنش بتاعه. طبعا قطعت العنش بتاعه الموجود، او اللي هو العنش الاخضر الموجود هنا كده، هو مش اخضر طبعا. العنش بتاعه الموجود انا كنت شاريه بالعنش، ثمنه 3 كيلو ب10 بالعنش بتاعه. انما من غير العنش طبعا بيكون الكيلو اغلى من كده، لانه بيبقى ناشف ومن غير عنش، فالكيلو بيبقى 10 لوحده او ب8. كان دول الكيلو ب8 لوحده هو ناشف، انما بالعنش 3 كيلو ب10. فدول كده حوالي دول ب10 جنيه. الكميه دي كميه حلوه. تعالوا نقول انا عملت فيه ايه. اول حاجه ان انا غسلته وقطعت العنش بتاعه، وفي ميه نقعته كده في ميه، ومسكت الفرشه بتاعه الفاكهه المخصصه للفاكهه وتغسلي بيه، او سبونشه تكون مخصصاها عشان بتبقى فيه طينه علقه فيها او موجوده فيها. بعد كده هنعمل فيه ايه. هنبتدي ان احنا نقشره. هنقطع الجزء طبعا، الجزء اللي تحت ده كده والجزء اللي هنا. بالنسبة للتقشير احنا هنقشره عندنا بقشارة البطاطس عشان ما نهدرش منها كتير، عشان ناخد بس فقط القشرة الخفيفة كده على قد ما نقدر، ما نهدرش منه حاجة. هتلاقوا بس قشرة رقيقة جدا اللي بتطلع معاكي من غير ما تهدري فيه. هقشر بقى الكمية اللي معايا عشان نشوف هنعمل ايه. خلصت تقشير البنجر. ده القشر طبعا اللي طلع. لو انت عندك طيور حطي لهم، هيبقى مفيد لهم جدا جدا. اول حاجة ان هبشر واحدة من البنجر دي، ان شاء الله هنستخدمها للسلطة. ما شاء الله بصوا الواحدة بس طلعت لي كمية بشر حلوة جدا. هجيب طبعا الكيس بتاع الفريزر، دي هنستخدمها باذن الله في السلطة. مفيدة جدا. تعملي سلطة حطي عليها شوية بنجر، قيمة غذائية عالية جدا. هخرج طبعا منه الهواء كويس وهربطه. الكمية بقى اللي فاضلة معايا دي هقطعها. هتقطعيها بقى مكعبات او زي ما تحبي، او ممكن ان انت تعمليها شرايح. بعد ما قطعتها طبعا هتفرزيها على قد الاستخدام في الاكياس. وعندي ده المبشور للسلطة. طبعا استخداماته كتيرة جدا. هتستخدميه كملون طبيعي سواء في المخللات او غيره. هتستخدميه كمان في العصاير. لما تطلعيه هتسلقيه وتحطيه مع الفراولة او مع الرمان، هيزود اللون بتاعه والقيمة الغذائية، او مع الجزر كمان. في اي عصاير انت حباها. هتستخدميه كمان في عمل المهلبية، ممكن تعملي منه مهلبية جميلة قوي. كمان هتستخدمه بالذات في صلصة الطماطم اللي منستغناش عنها تماما. الاستخدامات بتاعه كتيرة لا تحصى تعد، وكمان فوائده كتيرة جدا. وخلص النهارده فيديو التفريزات. بتمنى ان هو يعجبكم. اشوفكم يا حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.